هلو بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا ربي الكل بخير ورمضان كريم علينا وعليكم. اليوم سويت اطيب حلا رمضاني اللي هو بسبوسة بالقشطة بطريقة كلش سهلة وكلش طيبة. قبل لا ابدي بالفيديو اتمنى تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. اتمنى تجربوها لانه فعلا تستحق التجربة وصارت كلش طيبة. هسه خلونا نبدي بالفيديو. اول شي ضفت بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، بعدها ضفت نصف كوب من السكر، ملعقة صغيرة مملوءة من البيكنج باودر وملعقة صغيرة من الفانيلا، وهنا ضفت نصف كوب زيت عادي، وهنا كوب من اللبن او الزبادي، وهنا ضفت ايضا كوب من السميد، وضفت ربع كوب من مبروش جوز الهند. خلطتها كلش زين وخليتها على صفحة، وهنا راح أحضر القشطة. هنا ضفت 6 ملاعق من الحليب الباودر، وبعدها ضفت ملعقتين مملوءة من النشا، وضفت ظرف كامل من الفانيلا، وضفت هنا كوبين من المي، وبديت أخلطهن كلش زين. وبعدها ضفت ملعقة سكر وخليتها على النار، وهنا ضفت تقريبا ملعقتين من أي جبن طيب وانتو تحبوه. بعدها بديت أخلطها كلش زين، ولما بدت تثخن عندي ضفت لها علبة من القشطة وخلطتها كلش زين. وبعد ما خلطتها طفيت النار وصارت عندي بهذا القوام، لا هي خفيفة ولا هي ثخينة، قوام متوسط. هنا عندي الخليط قسمته نصين، خليط البسبوسة النص الأول سويت طبقة أولى وخليتها بالفرن لحد ما استوت على درجة حرارة 180، وبعد ما استوت عندي ضفت عليها خليط القشطة، وطبعا تركته يبرد تماما. يلا ضفت الطبقة الثانية. بعد ما برد عندي خليت الطبقة الثانية من البسبوسة ووزعتها بهذا الشكل، وأيضا خليتها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة سيليزية، ومن تستوي من الأسفل أيضا أسدتوها من فوق مجرد يتحمر الفوق. وهنا سويت الشيرة، ضفت تقريبا كوب ونص من السكر وكوب كامل من المي، خليتها على نار متوسطة، وبديت أخلطها لحد ما يذوب السكر كلش زين. طبعا أظل أخلطها لحد ما يذوب السكر على نار متوسطة، وبعد ما يذوب أبدي أنص النار وأخليلها، يعني أول ما تبدي تفور أنص النار وأخليلها ذرات من الملح الليمون أو الليمون دوزي، يعني ذرات كلش قليلة حتى لا تصير حامضة. وبعدها أخليها 10 دقايق تقريبا على النار وأطفي النار، وصارت عندي جاهزة. هنا صارت البسبوسة جاهزة، قطعتها بهذا الشكل، وأخذت كوب من الشيرة أو نص كوب حسب رغبتكم وضفت عليها، تركت البسبوسة تشربها تماما. وبعدها زينتها بالفستق الحلبي، ومثل ما تشوفون تقدرون تزينوها بالشكل اللي انتو تحبوه. وصارت عندي بهذا الشكل. ولهنا وصلت إلى نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم يا ربي، ولا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وأشوفكم بالفيديو القادم، ومع ألف سلامة.